كابتن تونسي، توقعاتك ايه للكابتن حسام ان شاء الله في ماتش انجولا؟ هيبدأ بالاساسيين ولا ممكن يريح حد، ولا انت حابب يبدأ ازاي؟ ازيك يا كابتن محمد، عامل ايه؟ حبيبي تمام. منورنا. وحشني والله. الله يخليك، في الاستوديو التحليلي بتاعنا. حبيبي يا كابتن. حكايات وكلام في الكوره. ده راديو حكايات وكلام في الكوره. طبعا. اتفضل. بص يا كابتن حسام، النهارده الارجح هيريح ناس وهيلاعب ناس تانية عشان يخلي رجليهم في الملعب. يعني عشان احنا قدامنا مثلا بعد الماتش بتاع النهارده قدامنا اسبوع كمان قبل ما نلعب دور ال16. فهيبقى في راحه كافيه، يعني لو انت وقت كافي للراحه. انت لو قعدت الناس الاساسيين او اكتريه الاساسيين هيبقى قدامهم مثلا هيبقى 9 ايام، اسبوع من النهارده للاثنين اللي جاي، وهم في 3 ايام هم رايحينها، هيبقى 9 ايام. ده كتير قوي في الكوره ان واحد يريح قد كده، فهو اكيد هيلاعب ناس وهيريحهم في الماتش. يعني مثلا احنا عندنا واحد زي ياسر ابراهيم لعب الماتشين. ربيعه لعب ماتش وحسام عبد المجيد لعب ماتش. ممكن يبدا بربيعه وحسام عبد المجيد، يعني يبدا وربيعه على اساس اللي ويريح ياسر خالص. ياسر بصراحه عمل ماتشين حلوين قوي. يعني انا مش مع فكره اللي انا لاعب الحارس الثاني، انا اخلي حارس المرمى هو زي ما هو، محمد الشناوي معلوش مجهود، يعني خليه زي ما هو، عشان حارس المرمى دايما بيبقى لازم رجله في الملعب. تمام. ودي بطوله مجمعه، مش هو ادى مباراه جميله جدا. جنوب افريقيا كان الشناوي من ضمن كان كويس وكان قد المسؤوليه. يعني هو كده في المواقف الصعبه بيبان بامانه يعني. باك ليفت الاعب فتوح، عشان فتوح ما لعبش خالص، ومحمد حمدي انا عاوز اريحه عشان دي لا، فتوح ياخد ال 90 دقيقه كلهم. عشان محمد حمدي عمل مجهود جامد قوي الماتش اللي فات بسبب بسبب الطرد اللي كان موجود. نص الملعب انا عاوز اشوف شويه. انا بالنسبه لي بحب الراجل بتاع بيراميدز، لاشين، مهند لاشين ومحمد شحاته. يعني ممكن يبدا يعني يريح مروان وحمدي ولاعب مهند. بس مهند لاشين وشحاته مثلا ما لعبوش مع بعض كتير، فممكن يعني يبقى في خلل في نص الملعب شويه. بس في الماتشين لعبوا، يعني هو في الماتش اللي فات الاثنين لعبوا مع بعض. طب يلعب بصلاح عشان خاطر صلاح برضه في رقم قياسي ممكن يبقى حابب يلعب عليه. ما هو ده اللي انا جاي بتكلم فيه بقى، اللي هو يلعبوا شوط ويريحوا الشوط الثاني. على اساس ان هو برضه رجله تبقى في الملعب زي ما قلت لك في اول اللقاء، وبعد كده ومرموش برضه يبقى في رجله في الملعب عشان هو كان خرج. اللي عاوزه ياخد شويه الماتش كله امام. يعني ممكن يبدا بيه. حتى لو ريح في الملعب شويه، ما عملش ما ضغطش كده يسيبه اللي هو يجيب البدني بتاعه شويه. النقطه بتاعت صلاح، هل ممكن صلاح مثلا فكره حته ان مثلا الكابتن حسن الشاذلي جايب